السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير. الصحه ديالكم مزيانه، كلشي هو داك. صراحه ما كنبغيش ندوي في هذه المواضيع ديال الجزائر والمغرب، لكن الامور خرج على السيطره، بحيث المغرب خرج بيان رسمي غادي نقرا لكم. لكن قبل هذا نفهمكم شنو طرا. بحيث البارح في حفل الافتتاح ديال الشان بالجزائر، حفيد جنوب افريقي نيلسون مانديلا خرج بعبارات سياسيه، رغم ان نورمالمون كاع ما خاص تكون بواحد العبارات دي اللي قال فيها بان المغرب كيستعمر الصحراء، وحنا عارفين كامل بان الصحراء راه مغربيه، وهذا خرق للقوانين المنظمه في المسابقات الكرويه. السؤال اللي عندنا هنا، كيفاش يسمح للاتحاد الافريقي للكاف باش يتمرر هذا الخطاب السياسي في حفل افتتاح الرياضي 100% كيخص كرة القدم؟ وصراحة هادشي اللي كيبين بأن الجزائر رفضات تطلق الخطوط الجوية مباشرة بطائرة مغربية، حيث كانت عارفة بأن باغا دير هاد البلان هذا، بحيث أن سمت ديجا الملعب نيلسون مانديلا، وما عرفش عطاتو دير رشوة باش يقدر يقول داك الخطاب اللي عامر كراهية. والبيان ديال الجامعة هو على شكل التالي: تندد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين أمس الجمعة بالجزائر، بعد الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي. كما تندد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالعبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة والمعترف بها عالميا من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح. وفي هذا الشأن تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إنها راسلت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتحمل كامل مسؤوليته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم. صراحة متفق معهم 100%. هادشي اللي كطرا في الدولة راه غريب. كتمنى الاتحاد الافريقي يقوم بالاجراءات اللازمه ويتم المعاقبه ديالهم. وصراحه من بعد البلان اللي داروا راه صعيب ينظموا شي ظاهره كبيره مستقبلا. تهلاو.